بمقلي فخار حامي على النار رح نزل عليه الصودا. الصودا مغلية غلوتين بس، ما مغلية لدرجة إنه تروح طعمتها، نغليها غلوتين بس لحتى تروح الزفرة كلها. الصودا إلها كتير طرق بالطبخ، عملتها بخضرة وكانت خرافية، وعملتها مطفاية وكمان كتير طيبة، ولسه رح أعمل باقي الطرق. الصودا استوت رح رشلها شوية ملح، رح أخفق البيض ويفضل يكون البيض بلدي. رشة ملح ونزل عليها البيض. حطيت رشة فلفل على الصودا ورح نستمر بالتحريك ليستوي البيض. بنجيب قريشة وبننزل عليها البصل الأخضر، وكتروا البصل الأخضر وحبة البركة، وكمان كتروها لأنه كتير طيبة، وزعتر بري يابس. آخر شيء زيت الزيتون. نحركهم مع بعض، وفينا نقلي البصل بزيت الزيتون وبعدين ننزل عليه القريشة ونقليها شوي معهم، كمان كتير طيبة. وبنجيب خبزين ننزل الخلطة عليها، بنلفها بهالطريقة. وهيك الصودا عبيض صارت جاهزة، ورح ننزل عليها رشة فلفلة حمراء. بجامة الفخار بننزل الحمص المنقوع ومسلوق، وصوص الفتة، رشة كمون حب أو مطحون، ورح كسر عليها خبز مقلي. وهلأ رح نحمص الفستق، وهلأ اللمسة الأخيرة. سخنتها على النار، وهلأ رح ذوب عليها شوية زبدة. قريشة كتير بتحب الزبدة. وهيك صاروا جاهزين. المخللات شغل إيدنا، وهيك بنكون عملنا أطيب فطور بالعالم.